التكبير المقيد أحمد سالم العقيلي يقول شيئا وسأنقل عنه بصوت مرتفع العهدة عليه في النقل. تفضل. قال الإمام، يقول أحمد بن سالم العقيلي قال الإمام النووي في المجموع: وأما التكبير المقيد يعني دبر الصلوات يعني فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف بإجماع الأمة. يعني انضم نقل الإجماع النووي إلى ابن رشد. كويس. وهذا الشافعي وهذا مالكي، هذا الشافعي وهذا مالكي. طب هل يصح لنا بعد نقل هذه الإجماعات أن نقول إن من يكبر بعد الصلاة مبتدع؟ هل يصح لنا يا جماعة؟ ستبدع من الآن؟ ستبدع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا أحسنت. ما اسمك الليلة وغدا؟ يقول: هل يكون ذلك في صوت واحد؟ إن كان في صوت واحد جاز، إن كان في صوتين جاز، إن كان في ثلاثة جاز، لكن الأكثرون على استحباب رفع الصوت به. وعلم علماء الأصوات فضلا عن الدليل الذي سيأتي إن شاء الله أن الأصوات إذا اتحدت ارتفعت. الأصوات إذا اتحدت ارتفعت ونشطت وهيجت على التكبير. دل على ذلك ما يلي: أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر النسوة للخروج إلى صلاة العيد قال: يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. صحيح مسلم. شيء. عمر يكبر في الخيمة فيكبر أهل الخيمة بتكبيره معه، ويكبر أهل منن تكبير، فتسمع لمنن لجة تسمع لمنن لجة. ويا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. إيه فائدة يا جبال أوبي معه؟ أنا مجد الحصى يكبر معي، الحصى يكبر. أنا إذا تكاسلت ورأيت الحصى يكبر كبرت مع الحصى. الطيور اجتمعت فوق رأسي تكبر تسبح سبحت مع الحصى. وأنتم إذا حججتم الحمد لله، يعني كثير منكم حج، تركبون الأتوبيسات المتجهة من العرفة أو من عرفة في طريق الرجوع إلى المزدلفة، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونلبي لك حين نفتر. لكن إذا سمعت موجة قادمة لبيك اللهم لبيك نشطت معهم وارتفع الصوت بالتكبير. ويا محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، فإنها من شعار الحج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، شعار المسلمين تكبير الله، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، ما في منع أبدا. ومما يدل من الناحية الهندسية والعسكرية على أن الصوت إذا اتحد ارتفع، معروف قانون الذبذبات. الذين يدرسون العلوم والهندسة وغيرها، الذبذبات إذا الجيش مشى بطريقة نظامية على الكوبري، يعني انت عارفين الخطوات بتاع الجيش، ينكسر الكوبري فورا. ولذلك يأمرون الجند أثناء المسير على الجيش بعدم المشي بالخطوة العسكرية التي يتحد، لأنها ممكن تحدث ذبذبات تبلغ أقصى درجتها ينكسر الكوبري. فلذلك ما هناك مانع أبدا من رفع الصوت بالتكبير. وتجيب لنا مشكلة الله يستر عليك، ولا تجيب لنا مشكلة في هذا. يعني أكبر في نفسي، ما أصبح هناك شعار، ما أصبح هناك شعار. وأصحاب الرسول عليه السلام في طرقهم كيف نقل تكبير ابن عمر؟
كيف نقل تكبير ابن عباس إلينا إلا برفع صوته به. وهنا لفتة والله سبحانه أعلم، وما زلت يعني إن قلت بها لكن سلفي فيها قليل جدا، ليس سلفا نافيا ولكن ليس سلفا مثبتا، وهي أن ابن عباس لما أخرج البخاري في صحيحه إن رفع الصوت بالذكر عند انتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل رواية أخرى في البخاري، ونقلت رواية أخرى عنه في البخاري: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله وأصحابه بالتكبير. ظني والله أعلم أن هذا كان بمنن. ابن عباس كان من المستضعفين، وقد روى عدة روايات عن الرسول في منن، فإذا كان هذا في منن فقد أيد الإجماع، وعندنا دليل للإجماع، والله أعلم.